سيد الحبايب يا ضنايا انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه على مطبخ كحيان وجمال المفلسين سيد افندي المفلس دائما والمسكين. هنعمل بطاطس شيبسي بس بطريقة جديدة شوية. معانا بطاطس شيبسي متقطعة زي ما انتم شايفين، ومعانا البهارات بتاعتنا: معلقة دقيق، معلقة نشا، معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسمر، معلقة كزبرة، معلقة 7 بهارات، معلقة ملح، معلقة فلفل اسمر. يلا بينا نعمل حاجتنا. انتوا شايفين حاطين المكونات على بعض، وهنقطيهم ونهزهم بحيث يندمجوا مع بعض اهو. اهو بقى الخليط اهو، وهننزل بالحاجة بتاعتنا اهي. البطاطس بعد ما صفيناها من المية اهي 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 اهي، ونقوم قافلين عليها ونمهزلها. اندمجت كلها مع بعض اهي، ونديها هزة كمان اهي. ايه رأيكم؟ تبلت كلها مع بعض اهي 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 اهي. على فكرة انا ايدي نضيفة ومغسولة اهي. يلا بينا. بعد ما خلطنا الخليط كله، رجعنا لكم بالطاسة بتاعتنا فيها نص كوباية زيت اهي، وسيبناها يتقدحوا. وبعد كده هنبتدي ننزل البطاطس واحدة واحدة عشان ما تلزقش مننا اهي. ونستنى شوية، واخيرا زي ما انتم شايفين ابتدت تنشف اهي. هنطلعها وننزل بالكمية التانية ونرجع لكم. طلعناها وهننزل بالكمية التانية اهي. واخيرا خلاص هنطلعها، وخليكم معانا اوعوا تروحوا في حته. مطبخ الكحيانين والجماعه المفلسين سيد افندي المفلس دائما والمسكين. واخيرا زي ما انتم شايفين بطاطس شيبسي بس بطريقه جميله شويه. انا اتعلمتها من الحاج عبد الله في الاقصر. الكلام ده كان من كام يوم كنت في الاقصر فاتعلمتها منه، وبرضك اتعلمت منه الفول بالزبده. هوريهولكم في حلقه جديده. اوعوا تنسوا في اللايك والشير. مطبخ الكحيانين وجماعة المفلسين. هم النم يا جمل.